السلام عليكم. انا خالد، عندي 25 سنة، عايش لوحدي، لا عندي اخوات، وامي الله يرحمها ماتت من زمان. اما ابويا فانا متبري منه. ممكن تسألني ليه؟ قصة طويلة، باختصار ابويا كان وحش. انا قصتي ابتدت في 2018. في بداية السنة استقلت من شغل لأسباب خاصة، بقيت عاطل، يومي أكل وشرب ونوم وملل، الحياة كانت ماشية زي الساعة المكسورة. بعد شهر تقريبا، تحديدا في فبراير 2018، ظهر ترند جديد على سناب شات، اللي هو تلاقي مشهور بيطلع في بيوت مسكونة وبيصور. ومن هنا دخل في الصورة واحد اسمه هارون. هارون مش مشهور بس كان بيقلدهم، والصراحة هو مش صاحبي قوي، هو مجرد واحد من الشارع بتاعنا. هارون ده ما كانش طبيعي، كان بيروح أماكن مسكونة فعلا وبيلاقي هناك حاجات مرعبة زي سحر وعرايس غريبة وتماثيل مش مفهومة. وبصراحة انا كنت ابتديت احب النوع ده من الفيديوهات، وفي يوم جت في بالي فكره، قلت ليه ما اجربش بنفسي. رفعت السماعه وكلمت هارون، قلت له الو يا هارون، مش هطول عليك، خدني معاك مغامر. رد عليا وقال لي ابشر، استناني عند بجاله احمد. وانا متحمس جدا، اهو ده وقتها هشوف المغامرات بعيني. كنت عارف ان الموضوع يخوف، لكن حصنت نفسي وقررت اروح الساعه 11 بالظبط. كنت واقف عند البقاله، والاول مره في حياتي اوصل قبل الميعاد بساعه. الساعه 12 بالظبط هارون وصل بعربيته وسلم عليا، طلعت معاه واتجهنا على وجهتنا. طول الطريق هو ماسك الموبايل بيكلم ناس، لدرجة ان انا حسيت ان هو تاجر ولا راجل اعمال. بعد حوالي ربع ساعة هارون قفل مكالمته وبص لي وقال لي يا خالد، ايه اللي خلاك تعمل المغامرة دي؟ انا اعترفت له بصراحة المحتوى شدني وماليش غير ان اجرب. فجأة هارون وقف العربية على جنب، قرب مني وقال لي بص كده، فتح السناب ووراني المشاهدات بتاعته، 500 الف مشاهدة في اقل من 24 ساعة. انا اتبسطت جدا وبدأت اشجعه. وبعدها فتح اليوتيوب، كتب في البحث المغامرات هارون، واللي شفته صدمني، بقى اسمه معروف، فيديوهاته بتوصل لالاف والاف من الناس. كملنا حوالي 25 دقيقة، واخيرا وصلنا للوجهه. لقينا قصر كبير قدامه شابين مستنيين. اول ما شافوا العربيه جم سلموا على هارون وبعدها سلموا عليا. اتعرفت عليهم بسرعه، واحد اسمه محمد والتاني علي. واحنا بنتكلم هارون فجاه بص لمحمد وقال له جبت العبايه؟ محمد رد عليه قال له اه. انا استغربت جدا، عبايه ايه؟ هارون كمل كلامه وهو موزع الادوار. محمد انت هتلبس العبايه والنقاب وتستخبى في زاويه البيت. علي انت هتفتح البيان بالحبل الشفاف، وانت يا خالد هتصور معاه. ساعتها بقى انا وقفت مكاني متصنم، يعني ايه؟ يعني كل اللي انا كنت بشوفه ده تمثيل؟ حماسي كله وقع وحسيت اني اتخدعت. بص لي هارون وقال يا راجل كله تمثيل. هنا حسيت بخيانه، بس في نفس الوقت ما حبيتش ابان. بس سالته وقلت له وانا هعمل ايه بالظبط؟ اصورك؟ قال لي لا انت هتمثل معانا، يعني لو شفت باب اتفتح او ظهرت حاجه طلع رد فعلك. قلت له تمام، ومشينا سوا لحد ما وقفنا قدام باب القصر. هارون طلع الموبايل وبدا يقول بسم الله، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اول لما دخلنا القصر حاجه اتحركت في الضلمه. هارون على طول قفل التصوير وبص له وقال لي يا راجل ايه البرود ده؟ اديني رد فعل يا عم. قلت له ابشر. عملت رد فعل تمثيل وهو قال خلاص تمام. قفل الكاميرا وبص لي وهو بيسقف وقال لي والله شكرا يا خالد انت معلم. قلت له ما تقلقش الموضوع عندي. ضحك وقال لي خلاص دلوقتي الخطه كالتالي، محمد بالعبايه والنقاب يستخبى في الاوضه، وانت يا خالد هتعمل لي نفسك ملبوس. قلت له تمام عندي. خطينا خطوتين لجوه، فجأة هارون طلع الموبايل وشغل التصوير وقال يا اخوان شوفوا، وانا في سري قاعد اشتم فيه استغفر الله، منافق ابن كلب. وفجأة هارون قرب الموبايل على وشي وقال قول لهم انك ما شفتش راسهم مقطوع، بالله احلف لهم. انا اتجمدت، يا اما احلف وابقى كداب زيه، يا اما اقول الحقيقه واخسر كل حاجه. الموضوع دخل في ورطه كبيره. من الاخر كده القصه مش جايه معايا سكه، وانا عملتها. ما نزلهاش؟ لا حرام، لازم انزلها. انما لو عجبتكم القصه فانتوا حرين بقى، انزلوا تحت اكتبوا في الكومنتات وانا اعمل لكم جزء تاني، واخليكم الجزء التاني كمان 8 دقايق كاملين. وبس كده، كان معاكم يوسف علاء من قناه فيروس ستوري فاريوس ستوري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.